كتاب يا شيخنا، كتاب مدارك النظر في السياسة بين التطبيقات الشرعية والانفعالات الحماسية. عبد الملك الرمضاني. ايوه عبد الملك الرمضاني الجزائري. تقديم الشيخ الألباني والشيخ عبد المحسن عبد البدر. ايوه. انا الكتاب ده مولانا كان سبب في يعني تعريفي على المنهج الحق، يعني وهدايتي للمنهج الحق بفضل الله. ده يعني لو حد مثلا يشرحه في القناة عندكم هنا يعني، والناس كلها تستفيد منه على قناتكم المباركة. أتوقع رجالا من دينها خدمة الإسلام والمسلمين ووصل السنة. وجزاكم الله خيرا مولانا. ايوه انا الاستاذ تقول يا بدر التاني معلش. نستفيد من يعني عبد الملك الرمضاني يعني. بس فيه عبد الملك الرمضاني فيه بعض المؤاخذات محتاجة إلى إن الشيخ يحدد موقفه منها. إحنا طبعا الحق بيؤخذ والباطل يرد. فعبد الملك الرمضاني في أشياء تحتاج إلى إن الشيخ نفسه يتراجع عنها ويتكلم بخصوصها. رد عليه فيها الشيخ ربيع وغيره من المشايخ. وإن كان نقول لكم الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة لما دخلها الإخوان خربوا فيها دعاة الحق اللي كانوا على فطرة نقية وجايين يتعلموا دينهم. الإخوان فيرسوهم. ما فيش واحد خرج من الجامعة الإسلامية إلا من رحم الله وتصدى للإخوان المسلمين أبدا. لازم يفيرسوه، لازم يخربوه، وخصوصا في المدينة. يعني المدينة ديت ليه الإخوان راحوا المدينة؟ ليه الإخوان عكفوا على الجامعة الإسلامية اللي في المدينة المنورة لغاية ما خربوا عقلية الناس؟ أيام الملك فهد الله يرحمه لما اتكلموا على الجامعة الإسلامية أنها تكون منبر لتعريف الناس بالحق وبدعوة الشيخ محمد عبد الوهاب وبالدعوة السلفية الحقة، فتحوها بحسن نية تحت شعار فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. جه حسن البنا ومناع القطان ومحمد قطب والناس اللي هم طالعين من بيارة المجاري بتاع حسن البنا دي عكفوا على الجامعة لغاية ما نخوروها. كل واحد طالب يجي يروح يركبوا عليه ما يسيبوهش غير لما يبوظوا الناس.